إسرائيل تتدارس مع أمريكا الاعتراف بمغربية الصحراء، وهل وصل ملف الصحراء إلى لحظة الحسم؟ سنتين ونصف بعد إعادة استئناف العلاقات بينهما، لا تزال العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل غامضة، إذ تأرجحت طوال هذه الفترة بين حماسة منقطعة النظير تارة وبرود مريب في أكثر من مرحلة. بدأت الحكاية مع الإعلان الثلاثي المشترك الذي أسس لأسس إعادة استئناف العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل في ديسمبر 2020. الإعلان الذي بموجبه اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية، وتضمن الإعلان استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل عبر إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط ونظيره المغربي بتل أبيب. وجاء في بيان الديوان الملكي يوم 10 ديسمبر 2020 في هذا الصدد، واعتبارا للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ونظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي بمن فيهم الموجودين في إسرائيل بشخص جلالة الملك، فقد أخبر جلالته الرئيس الأمريكي بعزم المغرب تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال، تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية عمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال بين البلدين كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة إلى غاية 2002. ومباشرة بعد توقيع الاتفاق أمام أنظار جلالة الملك يوم 22 من ديسمبر 2020 بحضور رئيس الحكومة المغربية آنذاك الدكتور سعد الدين العثماني والمستشار الأول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي لإسرائيل مائير بن شبات، توالت الأحداث والزيارات والتصريحات التي أثرت على منحنى العلاقات والاتفاق على جميع الأصعدة. فكيف تطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية منذ إعلان استئناف العلاقات؟ وما التداعيات الجيوسياسية التي رافقت هذا التطور بما في ذلك قضية الصحراء؟ وما مدى وفاء الأطراف الثلاثة بالتزاماتهم في الاتفاق؟ تسارعت وثيرة الخطى بعد توقيع الاتفاق، وتوجهت في نهاية نوفمبر سنة 2021 بزيارة هي الأولى من نوعها لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب، وتوقيع اتفاق عسكري أمني بين الجانبين غير مسبوق عربيا. قبل ذلك بأسابيع كان وزير الخارجية الإسرائيلي إير لابيد قد حل بالرباط واجتمع مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. وفي خضم هذه الأحداث شهدت الوضع الجيوسياسي بالمنطقة تطورا كبيرا بدءا بإعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية بالمملكة. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم، وصولا إلى إعلان الجزائر إغلاق مجالها الجوي على المغرب. في ذات السياق وفي وقت انتقلت فيه الإدارة الأمريكية للديمقراطيين دون أن يصدر قرار يلغي المرسوم الرئاسي لدونالد ترامب الذي يعترف بمغربية الصحراء، طفت أزمات أخرى مع دول الجوار الأوروبي كإسبانيا، ألمانيا وفرنسا. في المقابل حققت العلاقات المغربية الإسرائيلية نجاحا منقطع النظير من ناحية التعاون العسكري والأمني، بينما اتسم الشق السياسي ببعض البرود الغامض، البرود الذي ربطه الكثير من المحللين والمراقبين بتهرب إسرائيل من إبداء موقف واضح من قضية الصحراء، إضافة إلى القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية التي ظلت رهينة أوراق الاتفاق دون أن تخرج إلى أرض الواقع. وجاء الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت سنة 2022 ليضع النقط على الحروف
حيث طالب بلغة مباشرة حلفاء المملكة إلى توضيح موقفهم بشأن قضية الصحراء. وقال جلالة الملك حينها: ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح موقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل. وكشف الخبراء والمحللون أن جلالة الملك كان يشير إلى إسرائيل تحديدا بتعبير الحلفاء الجدد. هل تلقت إسرائيل الرسالة أخيرا؟ يبدو أن إسرائيل قد تلقت الرسالة، أو إنها اقتنعت أخيرا أن المغرب لن يتقدم معها خطوة أخرى في المسار الدبلوماسي لاستئناف العلاقات دون موقف واضح من القضية الوطنية للمملكة. مصادر وتقارير إعلامية كشفت في الآونة الأخيرة عن تحركات رفيعة المستوى تتدارس من خلالها إسرائيل مع أمريكا إمكانية الاعتراف بمغربية الصحراء. فكيف تحضر إسرائيل مع حليفها الأكبر الولايات المتحدة لتنزيل هذا القرار؟ كشفت الإعلامية المغربية المتخصصة في الشأن الإسرائيلي واللوبينج والقوة الناعمة شام ديرشول أن إسرائيل بدأت تتحرك بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار قرار يقضي بالاعتراف بمغربية الصحراء. الإعلامية المغربية أعلنت أن مكتبا استشاريا مباشرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلفها من أجل إعداد تقرير مفصل حول إسرائيل والصحراء المغربية. ديرشول كشفت أيضا أن التقرير الذي انتهت من إعداده سيسلم لنتنياهو وللإدارة الأمريكية وكذلك للجمهوريين، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأمور أخذت منحا رسميا. وسبق لشام ديرشول وهي صحفية مغربية أن اشتغلت مستشارة إعلامية لدى مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي السابق بالمغرب ديفيد غوفرين قبل أن تستقيل عقب خلاف بين الطرفين. في الأخير، برأيك هل سيعيد اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء النفس للعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين؟ وهل يغلق هذا الاعتراف ملف قضية الصحراء المغربية؟